سوبك حامي النيل الأسطوري، المحارب العظيم، تمساح نيلي جبار بيجسد القوة الملكية والجيوش والحماية السحرية. النتر سوبك بيمثل كذا مفهوم فلسفي، زي القدرة الذكية على التصرف بشكل غير متوقع، الغريزة الطبيعية والقوة الجبارة، التخطيط الهادي ببراعة في أعماق المية المظلمة، والقدرة العظيمة على سحق الأعداء بقوة ضاربة خاطفة بالضبط في الوقت المناسب. مدلول لفظ سوبك باللغة المصرية القديمة بيشير للفحولة والقدرة الرهيبة والقوة الجسدية الخارقة. المصريين زمان كانوا بيشيلوا معاهم الميداليات المنحوتة على صورة سوبك عشان يستقبلوا الحظ السعيد والأمان، لأن القوة الطبيعية للنتر سوبك ليها قدرة شفائية هائلة، ومجرد وجود لوحة أو تمثال البطل سوبك بيفكر النفس بقوتها وشجاعتها. عشان كده سوبك برضو بيقدر يعالج الاكتئاب. سوبك هو بطل خارق ساكن في عرينه الغامض، بيخرج من بين أشجار الليل عشان يقوم بحماية المجتمعات الإنسانية من كل الأخطار. سوبك العظيم هو الباترون أو الحامي الروحي للجيش المصري في مصر القديمة، وهو كمان الراعي الروحي لمدينة الفيوم. المعلومات دي من كتاب نترو، حالياً بالمكتبات. أيامكم طيبة دايماً.